ايوه كده، عشان نخلص منك ومن قرفك، عشان اجوز ابني بقى لواحدة تستاهله، مش واحدة بقى مريضة وكل شوية دوا ودكاترة وتطلع عينه وهو شقيان. يا ساتر. يا نهار اسوح، ياما اللي انت بتعملي ده. ده انا اخويا لو شافك هيبقى مصيبه. يا نهار اسوح. طب اعمل ايه طيب، ولا اقول ايه دلوقتي؟ طب اقول امي بتموتها ولا اعمل ايه؟ انا هستنى عبد اما يجي. اسوح. طب اعمل ايه دلوقتي؟ اقول ايه طيب؟ ولا انا مش قادر امسك اعصابي. ده انا مش قادر امسك اعصابي. ازاي امي قادره تعمل كده وتموتها؟ يا نهار اسوح. طب عبده هيقول لها ايه ده، ولا اقول له ايه انا، ولا اعمل ايه؟ بس لازم اقول له، ما هو مفيش حل تاني. ايه ياما مرات اخويا عامله ايه؟ قولي يا ابني، والله ده انا متنكده علشانها قوي، ربنا يشفيه. لا حول الله يا رب. انا كنت دلوقتي جوه علشان اتاكد بس ان الماسك كده وصل الاكسجين كده صح، وطمن عليها يا ابني، غلبانه. فيك الخير ياما، والله فيك الخير. روعه غلبانه. يا ابني. ايوه ياما صح. كويسه يعني، هي فقدت عن الاول شويه ولا ايه؟ دي هتبقى حلوه قوي كمان شويه كده، هتبقى زي الفل. انا عارف انها هتبقى زي الفل خالص، مش هتحتاج لا ماسك ولا اي حاجه. السلام عليكم. عليكم السلام يا ابني. اخبارك ايه يا ام؟ الحمد لله يا حبيبي. تحمد على خير دايما يا رب. اخبار مراتي طمنين عليها. زي الفل. ده كمان شويه كده هتلاقيها ايه يعني، بص كل التعب اللي عندها راح وبقت حلوه قوي. والله يا رب يا ام، يعني اتمنى ذلك. لكن انت وكلتيها طيب؟ هي فات كده شويه وكلت ولا لا؟ كانت وديت لها الدواء، معلقه لها دلوقتي الاكسجين طبعا. ده بص، ده اللي انا بعمله معاها مفيش اشطر دكتور يعمله معاها. واضح يا ام، ربنا يخليك ليها يا رب. ويخليك لينا يا حبيبي. انت طبعا عارفه مراتي بتحبك قد ايه، يعني ربنا يقومها بالسلامه. وكل اللي انت بتعمليه معاها ان شاء الله باذن الله لما تقوم بالسلامه كده هترده لك وزياده. لا ترده ولا تعمله. هي الحمد لله كويسه وربنا يكرمها. لا تردوا ولا تعملوا ايه يا اما؟ ادعي لها بس كده ربنا يكرمها. يا رب يا اما، رب يكرمها كده ويقومها بالسلامه كده وتقعدوا وسطنا من تاني ان شاء الله يا حبيبي. انت عملت لها ايه طيب يا اما؟ اديت لها الدواء والفيتامينات، وعلقت لها اللي هو اسمه ايه ده، التنفس الصناعي ده. ايوه. ربنا يخليك يا رب. ويخليك يا معلش حبيبي. بقى تعبك انا الفتره دي معايا انا ومراتي. لا يا حبيبي ولا يهمك، وافرح بيك يا رب. لو الحمل تقل عليك يا اما انا ممكن اجيب لها اي. عيني يا حبيبي. ازاي بقى اذا كنتش اقف جنب ابني ومرات ابني، اقف جنب مين؟ تسلم عينك يا اما، ربنا يخليك يا رب كده وحسك في الدنيا على طول. تعيش يا حبيبي امك. طب انا هقوم اطمن انا عليها بقى. ماشي يا حبيبي، ادخل. يا رب نخلص منها على خير وافرح بيك يا حبيبي بعروسة احسن منها مليون مرة. روعة انت كويسة؟ اخبارك ايه؟ طمنينا عليك. انا كويسة يا رب دايما تبقى كويسة. امي ايه؟ انا عايزك ان انت تغير لي البتاع ده بسرعة. ليه؟ خير؟ بعدين ممكن ان انت تبقى تفهم. طب ماشي، هروح اشتري لك واحد تاني، بس خير ده ماله يعني؟ ما تبينش لامك اي حاجة ولا تقول لها ان انا اديتك البتاع ده، ماشي؟ طب ليه طيب؟ يعني مش فاهم ايه اللي حصل. طيب لقيت ان امك جت حطت البتاع ده في البتاع بتاع الاكسجين من شوية. خفت بصراحة، ولقيتها ان هي بتقول ان انا اكتم خالص ما طلعش نفس. ايه الكلام اللي انت بتقوله ده يا روعة؟ ده انا لسه جاي من عند امي دلوقتي وبتقول ان هي مريحاكي ومش مخلياكي ناقصه حاجه. هي كانت هتريحني على الاخر، كانت هتموتني. ايه يا روعة الكلام اللي ازاي امي تعمل كده؟ لو مش مصدقني خد البتاعة دي وانزل شوفها في المعمل دي ايه اصلا. هو ايا كان دي ايه، امي بتقول لك ما اكتمي نفسك ومش عارف ايه. انا مش مصدق الكلام ده يا روعة. عشان كده انت لما دخلت كنت خايفة اصلا انها فتح عيني. انزل شوف البتاع ده
هو بطلع بس من غير ما توريها البتاع ده خالص، من غير ما توريها الاكسجين والنبي يا عبده. ايوه طب انا مش فاهم، مش انا هعمل كده، بس إيه اللي يخلي امي تعمل كده يعني يا روعه؟ ولا تكونيش بتتبلى عليها؟ ما كان سمعتها بتقول يا اخويا انها عايزه تخلص مني وتجوزك واحده احسن. هي امك ما بتحبنيش من فتره الخطوبه يا عبده وانت عارف. يعني هي علشان تجوزني واحده احسن تقوم تخلص منك وتقتلك؟ ايه الكلام الفارغ ده؟ عندك بره ممكن ان انت تجيبها يمين شمال هتعرف منها الكلام ده كله. طب انا عامه انا هعمل اللي انت قلت عليه، بس لو طلع كلام غير كده يا روعه انا هزعل منك قوي. هو انا في حال ان انا اكذب عليك اصلا يا عبده؟ ده انا مش قادره. طيب بعد اذنك. الحمد لله ان انت جيت في وقتك يا عبده. عبده اسمع، عايز عايز اقول لك حاجه. خير؟ انت واخد البتاع ده ورايح فين؟ لا مش رايح في حاجه ولا ايه؟ انت بتخبي ليه؟ في ايه يا علي؟ على فكره انا مش عارف اجيبها لك ازاي، انا هجيبها لك وخلاص. ما تقولي يا علي في ايه؟ انا لقيت امك بتحط حاجه لمراتك وهي نايمه في الخرطوم كده. علي انت متاكد من الكلام ده؟ والله العظيم انا لسه روعه قايله لي نفس الكلام وانا مش مصدقها. حصل والله يا عبده، انا بقتش عارف اعمل ايه. يعني سامعها. امك كانت بتحط من دي هنا؟ ودي شكلها كده امك عايزه تخلص من مراتك. انا سامعها وهي بتقول لي هجوز غيرك يعني، والبت مش موجوده اصلا في الدنيا، مش حاسه بحاجه. ما هي بتقول لي امك عايزه تخلص مني علشان تجوزك لواحده تانية غيري. ايوه طب بس روضت صوتك وشوف انت هتعمل ايه مع امك. اعمل ايه مع امك بس يا علي؟ البت دي اروح اقول لها ايه ولا اسوي؟ دي امي. يا عم مراتك لو راحت قالت لاهلها هيكون رد الفعل ايه؟ انت عبيط. حوار طبعا. اتكلم مع امك وشوف الحوار ده يا عبد. طب خد البتاع ده، انزل هات ماسك غيره يلا. ماشي. عامله ايه يا امه؟ الحمد لله زي الفل. انت قلت لي بقى ان انت هتريحي مراتي او ريحتيها. طبعا، امال ايه، مهتميه بغذائها والعلاج بتاعها في مواعيد، امال ايه. طبعا. بس يا اما انا عارف ان انت ما كنتش بتحب مراتي قوي، وكنت معترض على الجوازه دي، وكنت عايزاه ان انت تتجوزيني بنت اختك، وانا قلت لك لا، صح؟ ايه مناسبه الكلام ده؟ دلوقتي ياما لو لا قدر الله مراتي توفت، لا بعد الشر عليها يا ابني. الطب الشرعي هيعرف ان هي توفت بسم. سم؟ ويوصل لها منين السم ده بقى؟ هيحققوا ويشوفوا السم ده جه منين ومين اللي حطه واتحط امتى واتحط ازاي واتجاب منين، من انهي صيدليه ومين اللي اشتراه، وهيوصلوا للقاتل. وساعة لما يوصلوا للقاتل هيعدموه. طبعا اللي بيقتل حد لازم ياخد جزاؤه، بس بالظبط. اللي بيقتل بقى تمام. عامة يما انا حبيت اعرفك بس ان اللي بيعمل حاجة بيتجاب. طبعا يا ابني، امال ايه. ما تخدميش مراتي يما. ايه انا هاخد اجازة من الشغل وانا اللي هخدمها. ليه بقى؟ هي كانت اشتكت لك مني ولا اشتكت لك مني؟ ما اشتكتش. دي اخر يعني الواحد عمال يخدمها ويديها كل حاجه انا في بس يما مواعيدها. خايف عليك ايه؟ لحسن يجي كده في يوم من الايام والحمل يتقل عليك ولا حاجة ويخنقك. يخنقك. لا حمل لا يخنقك. يا حمل ايه يا حبيبي؟ لا ده انا بحبها. طب يا اما انا عايزك تحبها من قلبك مش من ورا قلبك. هو ايه مناسبة الكلام ده كله؟ الله. يا ست اعتبري ان مفيش وين مناسبة. العيان لو مات بيموت عادي، مش حكايه تقول بقى سم ومش سم. ايه الكلام الفاضي ده؟ كل موتة بيبقى لها اعراض وبتبان على المتوفي، سواء ميت موتة طبيعية ولا ميت مسموم ولا ميت مشنوق ولا ميت بأي حاجة. معقولة؟ قصدي يعني ما اقصدش اقولك معقولة، لا يعني اقول لك يعني ربنا يسترها معاها، ربنا يسترها معاها ومعاكي ومعايا برضو يا رب يا يسترها حبيبي. معانا. فاهمة؟ مالكيش دعوة بمراتي. خلاص اللي يريحك، انا كنت عايز اخدم وخلاص. لا ما تخدميش ياما بعد اذنك بقى. طيب يا حبيبي. يا نهار اسود، يعني ممكن البت دي لو ماتت يعرفوا بقى سبب الوفاة والكلام ده كله، وانا اجي في الرجلين عشان خاطر دي، ولا عشان اجوز ابني واحدة تانية؟ انا مالي، واروح في داهية ليه؟ لا لا لا،
انا هشيل ايدي من الموضوع ده خالص، واحاول اشيل الماسك ده من عليها، احسن فعلا تموت ولا يجرى لها حاجه. دي المصيبه. لا لا لا، ما تخافيش ما تخافيش، انا جايه عشان اقول لك حقك عليا. حق عليكي ايه؟ انا عارفه. بصي انا اول بس ما اقوم. حقك عليا، انا غلطت في حقك، انا غلطت في حقك بصراحه. بصي انا كان نفسي شايله منك وما بحبكيش، وقلت انت مشايله ابني الهم، ما كنتش عارفه ان هو بيحبك كده، ما كنتش عارفه ان انا الشيطان وسوس في دماغي ان انا اعمل فيكي كده. اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. هاذيكي واذي نفسي واحزن جوزك عليكي، وانا انا عايزاه كله ايه؟ ابني يبقى سعيد، وانت ربنا يشفيك يا حبيبتي، وسامحيني حقك عليا. بعد كده مش هتشوفي مني غير كل خير، والله مش هتشوفي غير كل خير مني. حقك عليا يا بنتي. وانا مسامحاكي يا حماتي، حقك عليا انا مسامحاكي بجد. والله. الحمد لله الحمد لله الحمد لله. انا كنت ايه اللي انا كنت اعمله ده؟ يا دي المصيبه، هودي نفسي في داهيه والبت اموتها واحزن ابني. الحمد لله الحمد لله.